لو انت زي حالاتي وربع السنة دي فاتك، فبإيد انا وانت ما نضيعش اللي باقي من السنة دي. يلا بينا. تفتكر ايه اللي ممكن يكون خلانا نضيع اللي فات من السنة ده؟ يمكن ما خططناش لأهداف كويس، يمكن ما بدأناش في تنفيذها بشكل سليم، دخلنا في التسويف، دخلنا في حاجة، أي سبب ممكن يكون ضيع علينا الوقت ده كله. بإيدنا دلوقتي نعرف الأسباب هي إيه ونحلها. تمام لحد كده والكلام زي الفل. الفعل بقى، فعل حضرتك فين؟ حلو، ممكن نكون حددنا أهداف مش منطقية، فبالتالي تنفيذها كان صعب جدا، فمعرفناش ننفذ منها حاجة. ف3 شهور من السنة عدوا من غير ما نبدأ في تنفيذ أي حاجة من اللي احنا عايزين ننفذها في السنة الجديدة. حلو، طب هنحلها ازاي؟ والله احنا هنجزأ الأهداف بتاعتنا بحيث ما يديناش فرصة إن احنا نماطل أو نسوف في تنفيذها. حلو لحد كده. طيب هي الأهداف المفروض تبقى عاملة ازاي؟ المفروض يتوفر فيها 5 حاجات بنعملهم في كلمة سمارت. اس يعني سمبل اند سبيسيفيك، بسيط ومحدد وواضح بحيث انت نفسك تفهم انت عايز تعمل ايه. الان يعني ميجربل، يعني قابل للقياس، تقدر تقول انا هاخد فيه قد ايه وقت وهاخد فيه قد ايه مجهود. الاي فور اتينبل يعني انت قادر تحققه، ما عداش وقته، مثلا قدرتك الصحيه او العقليه تقدر تعمله مش العكس. الار فور ريليفنت يعني مناسب ليك ولشغفك ولشخصيتك وليك انت ككل. والتي اخيرا فور تايملي، ليه وقت هينتهي فيه الهدف ده، مش سايبه مفتوح كده. وفي الاغلب ممكن تكون سمعت الكلام ده قبل كده، بس انا هضيف لك حاجات ده ممكن ما تكونش سمعتها قبل كده. حلو، انا سمعت الكلمتين دول وهروح دلوقتي امسك الورقه والقلم وهقعد اخطط للي باقي من السنه، احاول اخلي الاهداف 5 خصائص اللي انت قلتهم. بس ساعتها هخاف عليك من نقطه ثانيه، ان انت تخش في دايره لا نهائيه من التحفيز والتطبيق، التحفيز والتطبيق. افهمك، فيديو اللي هو الموتيفيشن والحاجات الجميله والتنميه البشريه، اللي هو قوم وانت تقدر واعمل وسوي كده، تاخد شويه دوبامين في نافوخك بيخلوك قايم هتاكل الكتب، هتاكل الجيم، هتاكل اي حاجه. بعديها ممكن بيوم ده لو انت بطل يعني ترجع، هو انا ايه اللي جابني هنا ولا انا بعمل ايه؟ ايه انتوا ايه واحنا مين انا تعبان. فترجع زي الاول ويمكن اسوأ. جرعه التحفيز دي لو ما دعمتهاش بسلسله من الانضباط ولا ليها اي لازمه. دي مش هتنفعك، بالعكس ممكن تضرك، او مش ممكن، دي هتضرك. تخليش التحفيز او الشغف او اي حاجه من الحاجات الجميله دي هي الدافع لتحقيقك لهدفك. الدافع لتحقيقك لهدفك هو عكسه. هقول لك ازاي. بنبص في النقطه دي على 3 نقط، دي A B D. الاي اللي هي الانتي بوينت. الانتي بوينت دي اللي هي النقطه العاميه. اتكلم عنها دكتور وليد قبل كده في فيديو في نهايه 2024، ان انت اللي بيحركك عشان تبقى حاجه انت عايزها الحاله اللي انت مش عايزها. يعني انت عايز تنجح فمش عايز تبقى فاشل. مين اللي بيحركك انك مش عايز تبقى فاشل؟ شبه الموضوع بان انت اعزك الله يعني فار وبتسعى لحته جبنه، بس انت مش هتسعى لحته الجبنه دي الا لو في قط بيخوفك. تهرب من القطه عشان توصل لحته الجبنه اللي هي هدفك، تهرب من حاجه انت مش عايزها لحاجه انت عايزها. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي هي البي فور بلان، لازم اعمل خطه محدده امشي عليها وانظم بيها وقتي، وهعمل كذا وكذا وكذا في الوقت المحدد بالطريقه المحدده. دي حاجه بتاعتك انت بس، ما ينفعش اصلا حد يعملها لك. الدي فور ديستراكشنز، المشتتات. لازم هيحصل لك يعني هيحصل لك، هتتشتت يعني هتتشتت، لان العالم دلوقتي مليان بالمشتتات، من اول التلفزيون اللي هو من زمان قوي لحد حته الحديد الصغيره اللي في ايدك. دي مليانه مصادر لحاجات كتيره جدا، يا هتستخدمها في حاجه كويسه يا هي اللي هتستخدمك. انت مش هتستخدمها في حاجه تضرك، هي اللي هتستخدمك. الموضوع عامل زي حواجز عرقلك عن وصولك لهدفك. مهمتك انت انك تتخطى الحواجز دي. طبيعي ان انت هتتشتت غصب عنك، سواء بالميديا، سواء باصحاب السوق، سواء بالعادات السلبيه اللي بتعملها، كده كده هتتشتت. ودورك انت ان انت تجاهد نفسك على انك تتجنب المشتتات دي قدر المستطاع، ولو اتشتت ترجع تستعيد تركيزك تاني. يمكن التخطيط لاهدافك هو اللي سهل، بس تحقيقها هو اصعب حاجه. ليك عارف يا قلب اخوك ان فيديوهات التحفيز اللي بتتفرج عليها دي، وفيديوهات ازاي تخطط وازاي تنظم وقتك وكل ده، فيديوهات الانتاجيه بشكل عام عمرها ما هتفيد بحاجه
الا لو بدأت بالتنفيذ فعلا. وعايزك تحط في الاعتبار انك مش محتاج بداية سنة جديدة عشان تبدأ بجد، ولا بداية اسبوع، ولا بداية شهر. مش لازم تبدأ السبت الجاي، مش لازم تبدأ في اول يناير، ابدأ دلوقتي. ارجو من الله ان الفيديو يكون مفيد ليك. لو استفدت شير الفيديو مع اصحابك، لايك، سبسكرايب. كان معكم محمد طارق، وده فيديو من غير هبد، من غير فزلكة، من غير بيستاشيو. باي من غير سلام.